في آية قرآنية كنت بقراها كتير ولكن بفهمها من جانب واحد بس. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. دايما بنفهمها إن إحنا لازم نغير من نفسنا، يعني من علاقتنا مع ربنا، يعني في الصلاة، في الصوم، في العبادات، في الطاعات، كل ده تمام وجميل عشان ربنا يرزقنا بالرضا على أي حاجة في الدنيا بتقابلنا. جميل جدا. لكن في جانب تاني من الآية لازم أخد بالي منه، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة العقل. نعمة العقل اللي بتخلينا إن احنا نتعلم، اللي بتخلينا نطور من نفسنا، اللي بتخلينا نستفيد من التجارب بتاعتنا. يعني لما كده أقعد مع نفسي ولاقي نفسي، هو أنا وصلت هنا إزاي؟ هو أنا ليه لما اتجوزت اتطلقت؟ هو أنا ليه مش عارفة أتعامل كويس مع عيالي؟ هو أنا ليه مش عارفة أوصل عيالي إن هم يحفظوا القرآن؟ هو أنا ليه دايما في مشاكل ما بيني وما بين زملائي في العمل، ما بيني وما بين المدير بتاعي؟ هو أنا ليه لما فتحت مشروع فشلت وقفلته تاني؟ ليه حاجات كتير في حياتنا ملهاش علاقة بالحلال والحرام، ولكن لها علاقة بتعاملاتنا مع بعضنا. يا جماعة، أكتر مشاكلنا هي إن إحنا بنتشاكل بينا وبين بعض. يعني محدش بيتشاكل من مشكلة في عربيته، من مشكلة في مكتبه، في كرسيه، ولكن دايما نشتكي من زوج، من عيال، من زميل في العمل، من أخ، من أي حد في الأقارب. دايما نشتكي من مشاكلنا مع الناس. ودايما لما تسأل حد مشكلتك مع فلان، أصل فلان بيعمل وبيعمل وبيعمل. طب وبالنسبة لك أنت، سيادتك مش داخل خالص طرف في المشكلة؟ سيادتك مفيش أي حاجة عملتها عشان تسبب المشكلة دي؟ هي دي مشكلتنا الحقيقية، إن إحنا ماسكين في الحاجة اللي المفروض إن هي بإيدينا إن إحنا نتحكم فيها ونعدل فيها، وهي إن إحنا نعدل من نفسنا. ودايما ماسكين في إن الطرف اللي قدامي ده هو اللي لازم يتعدل وهو اللي لازم يتغير عشان المشكلة تتحل. بصوا يا جماعة، كل واحد فينا مسؤول عن نفسه. أنا مش مسؤولة أبدا إن أنا أربي الشخص اللي قدامي، مسؤولة بس إن أنا أربي نفسي، إن أنا أعدل في نفسي عشان أعرف أحل في المشكلة دي. ممكن المشكلة تتحل، ممكن المشكلة ما تتحلش، ولكن ما طلعش نفسي كده بره الموضوع وأقول لأ، اصل انا يعني مسكينه وكويسه ومفيش في ايدي حاجه اعملها، ونعمل زي الناس المستضعفين اللي الملائكه قالت لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. اوعى تعمل نفسك ان انت المسكين الضعيف اللي مش قادر يعمل حاجة، وان التانيين دول هم الأشرار، هم اللي لازم يتغيروا عشان المشكلة تتحل وعشان الحياة تبقى جميلة. بصوا يا جماعة، كل واحد فينا مسؤول ان هو يطور نفسه. مش يمكن حضرتك اللي بتغضب بسرعة وبالتالي انت سبب المشكلة؟ مش يمكن حضرتك ما بتعرفش تعبر عن نفسك ولا تعرف تعبر عن اللي جواك، وبالتالي اللي قدامك مش فاهم ان انت متضايق من دي او مش متضايق؟ هو مش فاهم وبالتالي بيتصرف، وانت بعد كده تقعد مع نفسك وتبرطم. طب مش يمكن حضرتك ما بتعرفش تسمع للي قدامك ودايما تتكلم عن نفسك كتير، ودايما ماحي خالص شخصية اللي قدامك، ودايما تقول أنا؟ مش يمكن هو ده سبب المشكلة اللي ما بينكم؟ مش يمكن حضرتك لما بتيجي تقنع حد انت ما عندكش وسائل الإقناع، انت ما عندكش كلام تقوله، انت ما عندكش أدلة تتكلم بيها، وبالتالي اللي قدامك خلاص كل واحد فينا مقتنع برأيه، فانت مش عارف تقنعه، خلاص يبقى ده مش مشكلة فيه، مشكلة فيك ان انت مش مطور نفسك ان انت تبتدي تدرس عشان تعرف تفهم اللي قدامك وتقنعه. خدوا بالكم يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بحاجات كتير نقدر نكتسب بيها معلومات. اليوتيوب اللي مليان معلومات في كل المجالات وبأشكال مختلفة، الكتب اللي متوفر منها كتب حقيقية واللي متوفر منها PDF، تقدر تقرأ وتقدر تتعلم، تقدر تسأل أهل الخبرة، تقدر تسأل الناس اللي حواليك دول: هو أنا فعلا فيا المشكلة دي؟ هو أنا يا جماعة ما بعرفش أتعامل كويس في الحتة دي؟ وتبتدي تشوف نفسك أنت القصور في إيه بالظبط وتبتدي تطوره. طيب ما لقيتش قصور في نفسك، نبتدي نخش في الخطوة التانية: هو أنا ما بعرفش أقول لأ؟
هو انا ما بعرفش اقف للظالم؟ نبتدي نعمل حكايه الهجوم. انا دلوقتي لا، الشخص اللي قدامي ده بيتعامل بمبدا يا فرعون ايش فرعنك، انا ما لقيتش حد يلمني. ابتدي اخش بقى ان انا ادافع عن نفسي، ابتدي اشوف مجموعه وبتبقى قوه معايا ان انا ابتدي اهجم على الشخص ديت، لان هو شخص بيظلم، لان هو شخص ما بيطيعش ربنا في الاداره اللي ماسكها او المنصب اللي ماسكه. فابتدي اوقف له، ابتدي يبقى عندي الجرأه، يبقى اطور برضو نفسي ان انا يبقى عندي الجرأه ان انا اقول لا، ان انا اقف للظالم، ان انا اعرف اتكلم بلسان قوي كده واعرف اقول لا ده غلط عشان 1 2 3، ويبقى عندي حجه قويه. كل ده هعرفه بان انا لما اتعلم الحاجه وما اعملش زي ما قال قوم موسى لما قالوا له إن فيها قوما جبارين فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. خد بالك، يبقى إحنا لا نبقى مستضعفين ولا نبقى مش قادرين نقف للظالم ونقول لا إحنا ما نقدرش على الجزئية دي، أنا ماشي هطور في نفسي لكن عند الظلم لا يا عم، أنا هركن كده وخليني جنب الحيطة واسمع الزيطة. لا، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن إحنا لازم نطور من نفسنا عشان هو خلق لنا العقل عن بقية الحيوانات اللي هم حياتهم كلها زي بعضها، لكن احنا عندنا ميزة ان احنا نتطور، عندنا ميزة ان احنا نستفيد من خبراتنا. يبقى الآية ديت اللي ربنا قالها لنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيها الجانبين اللي بيكملوا بعض. علاقتك بربنا تحسنها كويس، وعلاقتك بالناس اللي حواليك تحسنها كويس، عشان في الحالتين تبتدي تدي في الدنيا، عشان ان شاء الله نتجمع كلنا كده في الآخرة بإذن الله في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.